بعض الحصى يسبب ألم، بعض الآخر ما يسبب. السبب تابعني بهذا الفيديو. تالي أولا إذا أكو انسداد حاد، يعني الحصواية استوها نازلة بالحالب تسبب وجع بغض النظر عن حجم أو نوع الحصواية. كذلك إذا أكو حصاد مسوي انسداد بحوض الكلية أو بعض أجزاء حوض الكلية أيضا تسبب وجع شديد. في حين الانسداد المزمن، يعني حصواية صار لها فترة طويلة موجودة مثلا بالحالب أو بالكلية ويا الوقت يروح الألم، مو معناها طابت أو وقعت الحصواية، بالعكس الأخطر أنه صارت كأنما قاتل صامت للكلية أو للحالب. لذلك لما يروح ونقول لك دكتور عندك حصاد بالحالب أو بالكلية لازم تتابعها وتتأكد منها راحت أو لا. السبب الثاني إذا مسويها التهاب بكتيري حاد مثلا ويا ألم أو سخونة، أكيد راح تسبب وياها وجع. سبب أقل صراحة، عادة الحصات الكبيرة اللي ما مسوية انسداد مثلا يسموها قرن الأيل، هاي هواي ناس خطية يجي عنده حصواية حجمها 3 سنتيم و4 سنتيم الدكتور ما حاس بها. حكي صحيح، تكون هاي حصات كبيرة بالحجم وما مسوية، يعني ما مسوية خلينا نقول ملسة، ما تسوي احتكاك، ما تسوي دم، فما تسبب ألم. في حين الحصات الصغيرة اللي موجودة فد كالكس، يعني كبيبة أو شيء صغير داخل الكلية سادته أو سادة بداية الحالب، كلش تسبب آلام. لذلك احنا نحذر انه مو كل حصات تسبب ألم. عندك شك ألم بالكلية، ألم بالحالب، بول دم، ضروري تراجع الطبيب المختص على مود يحلك المشكلة. الكلية صراحة والتهاب الكلية وانسداد الكلية ما يشاقه، هذا صار يا ستار ضرر بالكلية أو تلف بالكلية جزئي أو كلي صعب جدا علاجه. أخيرا نتمنى الصحة والعافية للجميع.